المصادر الأولية هي إيه؟ هي كل ما تم نقشه يعني إيه؟ يعني تم كتابته على جدران المعابد، يعني على حاجة صلبة، عشان كده بنقول نقشه أو تدوينه. تدوينه يعني كتابته، يبقى كل ما تم نقشه أو تدوينه من أشخاص عاصروا الحدث، يعني كانوا موجودين أيام الحدث ما حصل، أيام القصة. وطبعا المصادر الأولية هي أكثر دقة، ومن أمثلتها النقوش اللي لسه قايلينها والبرديات. ده ورق كان موجود أيام أجدادنا المصريين وكانوا بيكتبوا عليه، أو المخاطبات، وكمان كتابات المؤرخين القدماء، الناس اللي كانوا عايشين أيام القصة نفسها وبيكتبوا انه بيأرخوا كل حاجة كانت موجودة في الزمن ده. او الافلام التسجيلية، الافلام التسجيلية دي اللي هي بيتم تصويرها بس من زمان جدا، بتوثق الحدث ولكن عن طريقة افلام. وكمان الصور والمقالات بتعتبر من المصادر الاولية. يبقى المصادر الاولية هي كل ما تم نقشه او تدوينه من اشخاص عاصروا الحدث، وهي اكثر